السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. قانون إغلاق الحساب البنكي بالمغرب، هذا ما يجهله أكثر الناس وتعرفه جيدا كل الأبناك. المؤسسات البنكية ملزمة بقوة القانون بإغلاق أي حساب بنكي يقل رصيده عن 100 درهم ومر عليه عام كامل دون أن يحركه صاحبه، بينما أغلب البنوك تعتمد تركه مفتوحا لسنوات طوال، حتى إذا انتبه إليه صاحبه أو تذكره وجد نفسه مدينا بمليون أو مليونين أو أكثر نتيجة تراكم الفوائد الربوية على الرصيد السلبي الذي يكون مدينا لصاحب البنك. إذا طالبك البنك بديون متراكمة على حسابك الذي لم تترك فيه أقل من 100 درهم ولم تتعامل به مدة سنة كاملة، فلا تدفع لهم أي درهم بقوة القانون حسب المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11/9/2014. المرجو من الجميع أن ينشر هذا الفيديو لتعم الفائدة، ويعرف الجميع أن البنوك تقوم بهذه الطريقة من أجل السرقة لا غير. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة للتوصل بكل جديد، والسلام عليكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والتعليق، ولكي يصلكم كل جديد اشترك الآن وفعل زر الجرس.